عارف بلي راك تالف دابا مخلوع على الماكله تضيع عليك في هذا الصهد، وكتبان لك الثلاجه ما بقاتش كتبرد بحال الاول. حبس قبل ما تعيط للمعلم ولا حتى شي حاجه وتخسر الفلوس على والو. كاين بزاف ديال الحوايج خاصك تعرفهم من الاولين. الاغلبيه كيصحاب لهم المشكل في الموتور حيت عيا، ولكن الحقيقه هي ان الثلاجات ديال هذا الزمان خصوصا اللي فيهم نظام الانفرتر حساسه بزاف للحراره. 80% ديال الاعطال في الصيف كتكون بسبب الاهمال ماشي حيت الثلاجه خاسره. شوف معايا مزيان، اول حاجه خاصك ديرها هي خاصك تنقي الرادياتور اللي كاينه اللور، هذيك الشبكه اللي كتكون اللور اللي مغطيه الثلاجه من الغبره مزيان، راه هي اللي كتخنق الموتور وكتخليه يسخن حتى يتقطع. ثاني حاجه وثقتي الخبر بلي الثلاجه خاصها تبعد على الحيط ب 10 او 15 سنتيم اقل حاجه. الا كانت لاصقه على الحيط راه البروده ما غاديش تدور مزيان والموتور غيبقى خدام 24 ساعه بلا توقف. اخطر حاجه كيديروها الناس كيعمروا الثلاجه حتى للفم ويسدوا فتحه التهويه داخل الفريغو، راه هذيك الفتحه هي الريه ديال الثلاجه. الا سديتيهم راه الموتور كيفورسي على راسو وكيتحرق، والنتيجه هي كارت الكترونيه غتحرق والثمن ديالها راه غالي بزاف. اخر حاجه تاكد من الجوان ديال الباب، الا كان كيدوز غير شويه ديال الهواء راه الثلاجه غتولي خدامه بحال المجمر كياكل الضوء وما كيبردش. حافظ على الاجهزه ديالك، راه الثمن ديالهم دابا ولا كيكوي، والصيانه البسيطه بيديك هي اللي غطول لك العمر ديال الثلاجه ديالك.